بناتي رنا وخلخال. معاكم أمة الله رنا وخلخال لشغل الخرز، شغل الهاند ميد خرز، شنط اكسسوارز، سيدات، مجسمات، كل ما يخص الخرز. قناتي بفضل الله بتوصل عن طريق القناة المعلومة للبنات المبتدئين أو السيدات المبتدئات في شغل الهاند ميد الخرز. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم فيديو مختلف شوية عن الفيديوهات اللي أنا بقدمها. الطبيعي إن أنا فيديوهات تعليمية. النهاردة بقى هيبقى فيديو استعراضي. يعني إيه؟ يعني هستعرض معاكم مجموعة من الشنط اللي أنا عاملاها، وإن شاء الله بإذن الله تنال إعجابكم والشنطة اللي تعجبكم. وعايزيني أنا اوريدي منزلة على القناة منها ستايلات أو موديلات، ولو حضرتك عاجبك موديل معين وعايزاني إن أنا أنزله على القناة تحت أمركم. تواصلوا معايا واكتبوا لي في الكومنتات. وبرضو عايزاكم تقولوا لي إيه رأيكم في مجموعة الشنط اللي هوريها لكم دلوقتي، وايه رأيكم فيها، وايه وتفضلي انهي نوع منها. اوكي، يلا نسمي بسم الله ونبتدي مع بعض. هبتدي معاكم اول حاجة. تعالى نبتدي من الشنطة الكيوت دي، الشنطة الصغيرة دي شنطة خرز. الخرز بتاعها زي ما انتم شايفين كده صغير، مقاس 3. الخرز دوت مقاس 3، والنوع بتاعه كريستال بلاستيك. والستايل دوت تحسيه ان هو كيوت كده وصغير، ولكن هو من جوه واسع، ياخد حاجات كتير من جوه زي ما انت شايفه كده اهو. بس بصراحه ستايلها شيك قوي. تنفع للكبار يمسكوها كده. ولو حضرتك ممكن تعملي الديزاين دوت على الاطفال، بتعملي لها ايد من السلسله او نفس الخرز، بتبقى حريتك طبعا الشخصيه. عايزه تبطنيها برضو لو انت هتخليها مثلا للاطفال وعايزه البطانيها، ممكن تعملي لها اللي هو البطانه البؤجه اللي هي عامله زي بؤجه الفلوس ديت المشهوره المعروفه. يعني هوريكم منها دلوقتي اهي، زي ما انتم شايفين شيك قوي وشغلها بسيط. دي عباره عن الغرزه الرباعيه زي ما انتم شايفين كده، الغرزه الرباعيه. و بتعملي حسب الارتفاع اللي انت عايزاه. مثلا يعني كأني مثلا هنا 9 وحدات ارتفاع، و4 مثلا قاعدة، على حسب القاعدة اللي انت عايزاها. هنا مش مقيدة بعدد، هنا حسب الموديل اللي انت عايزاه، الحجم اللي انت عايزاه. يبقى الارتفاع من الاتجاهين كل واحد 9، والقاعدة 4 زي ما انت شايفة كده اهوت. والاتين دول بتتعمل لوحدها وبتتركب. يعني مثلا بتعملي رباعية من هنا ورباعية من هنا مرتين، وبتقفليهم بالجنب ده، بتقفليه وتبتدي تركبيه. ده لو حضرتك عايزة تعمليها بالطريقة دي، ومن الافضل الطريقة دي اسهل طريقة. تمام، ده بالنسبة للموديل ده. نيجي للموديل التاني، وهو عبارة عن شنطة برضو. ده شنط كبار، بس ممكن لو حضرتك عايزة توظفيها الأطفال بمناسبة دخول العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. أكيد طبعا هتنفع، دي تنفع كبار وتنفع أطفال. اوكي، زي ما انت شايفة كده الشنطة عبارة عن ايه؟ عبارة عن اتجاهين. حطي من هنا لو للكبار طبعا بتحطي من هنا الايربودز، البطاقة، بوك الفلوس، اي حاجة. موبايل، بتاخد موبايل طبعا مساحته مش كبيرة قوي. من الاتجاهين اهم زي ما انت شايفة. وده خرز كريستال بلاستيك، وغرزة برضو رباعية زي ما انت شايفاها. وهنا بتعملي المساحة اللي انت عايزاها هنا اهو. وبتعملي مثلا تروحي عاملة فيها الجزء التاني من هنا اهوت ومركباه فيها، يعني طلع ارتفاع وحدة، وتكملي معاها الرباعية. مثلا يعني من هنا 6 ومن هنا مثلا 9. ودي كلها
يعني لو دي 9 هتعملي هنا كمان 9، او لو دي 6 هتعملي هنا 6، وبتسيبي المساحة اللي انت هتقفلي عليها قولي 3 وحدات، وابتدي تعمليها زي ما انت شايفة كده كبسولات. ممكن تعملي كبسولات مغناطيس، وممكن تعملي الكبسولات العادية اللي انا عاملاها دي، وبتبتدي بقى تعملي لها ايد قصيرة. انا بفضل الايد القصيرة اشيك بكتير في الستايل ده من الايد الكبيرة. وزي ما انت شايفة كده اهو واسعة ومن الاتجاهين، وبتقفليها بالكبسولات، وطبعا مش بتوقع منك اي حاجة لان انت كده حافظاها بالكبسولات اهو في منتهى الشياكة. وطبعا اللون اللافندر ده يعني لا يختلف عليه اتنين. اوكي، ده بالنسبة للديزاين التاني. الديزاين التالت عبارة عن شنطة قلب، اللون الموف مع الاسود. شنطة قلب انا عاملة طريقة القلب ديت على القناة اهي. عملت جزئين، عملت القلب بطريقتين، بطريقة اللي هو ربع القلب، ربع قلب وبعدين تعملي ربع تاني وتشبكيه. وفي فيديو تاني عاملة القلب على بعضه كامل، فانا عاملة هنا القلب جزئين اهو، ده وش وده ظهر، وش وظهر، ومشبكاهم. طلعت على كل جزء من القلب ده بوحدة، والجزء ده برضو طلعت عليه بوحدة، وابتديت اشبكهم من في بعض. وعملت الايد مختلفة شوية، ما حبيتش اعملها ايد رفيعة بحيث برضو لو دي عايزة حد كبير يمسكها زي ما انت شايفة كده. وبتعملي لها بطانة، والبطانة هنا عبارة عن بطانة بقجة، ما ينفعش تعملي فيها بطانة ماسكة في القلب، لان لو عملت بطانة ماسكة في القلب وحبيتي تقفليها القلب هيتضم كده، هيبقى شكله مش ظريف خالص. هي شياكتها في ان القلب يبقى بومبيه كده باين، وزي ما انت شايفة كده في منتهى الشياكة باللون اللي انت عايزاه. بحجم الخرزة، الحجم الخرزة دي مقاس 8، خرز مط مقاس 8 اهي في منتهى الشياكة. طبعا هوريكم شنطة، الشنطة دي احنا شفناها مع بعض قبل كده، بس انا حبيت اوريها لكم. طبعا لحظة، طبعا الشنطة دي من الخرز المحقون، وانا جايبة الخرز كده على بعضه. الكيس فيه متنوع الالوان، خرزة محقونة مقاس 8 سداسية. الخرزة دي كلنا عارفين، اللي شغال في الخرز عارف انها خرزة قيمة وشيك قوي، بس انا بحب اجيب الخرز كيس اللي هو متنوع الالوان، وانا بحاول اظبط الالوان بدماغي او على حسب طبعا طلب العميل. الشنطة اهي كبيرة وواسعة اهي، وانا مبطناها بالتل، جايبة الجبير ومبطنة بيه، وعاملة لها السوستة زي ما انتوا شايفين كده. وعامله لها انا اللي عامله لها السلسله دي، لاني ما لقيتش فيه سلسله تتناسق مع الالوانات ديت. جبت السلسله الكارتير المعدن والجولد ما لقيتهاش ماشيه معايا كويس. جيت اعمل لها سلسله زي اللضم، يعني الخيط كده والضم فيه الخرز، لقيتها مش شيك. فبصراحه انا عملت الايد بتاعتها كده، جبت اللي هو السلك ورحت عاملاه زي المسمار، وابتديت الضم فيه حبات الخرز واتني من الاتجاهين، اعمل حلقه من الاتجاهين وادخلهم في بعض لغايه ما اداني مساحه ايد الشنطه دي. الشنطه دي شيك قوي وقيمه قوي وواسعه، وبتاخد موبايل، تاخد اي حاجه وكل حاجه. خلاص، ده بالنسبه للخرز العادي. هنا بقى في ستايلات طالعه جديده. الستايل ده طالع جديد كلنا عارفين، اللي هو الاكريليك الشفاف. بس حاولي وانت بتتعاملي معاه خليكي حريصة عشان ما يتجرحش ويقلل من قيمة الشنطة. اهي الشنطة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن قطعتين من الاكريليك وش وظهر.
عايزة حضرتك تستخدمي وش بس او اتجاه واحد بس والباقي لولي مفيش مشكلة. وبيبقى الاكريليك عبارة عن فتحات، الفتحات دي داير ما يدور بتدخلي فيها الغرزة الرباعية، بتشتغليها غرزة رباعية داير ما يدور، وبعدين تقيمي عليها دور واتنين حسب ما انت عايزة العرض بتاع الشنطة، جناب الشنطة مساحتهم قد ايه. هنا انا عملت دورين وطبعا على ما بتيجي تقفلي الجزء ده مع الجزء ده بتقفلي بخرزة، يبقى كده عاملة 3 ادوار اهو. والقاعدة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم ان انا الفتحات بتاعة الاكريليك هنا كنت جايبه لها الايادي مع النحاس دي، بس مساحتها كنزة، مساحة الايادي دي كنزة اهي. بصوا مش ماشية مع الفتحات، فلقيت شكلها مش ظريف وعملتها باكتر من طريقة ولقيت شكلها مش ظريف، فدي فكرتي ان انا عملتها كده. جبت حلقات سهلة الفتح وركبت فيها سلاسل كارتير متين، لازم تكون سلسلة بتتحمل الأحمال عشان دي شنطة هتحطي فيها طبعا ممتلكاتك الخاصة وانت ماشية في الشارع، ما تكتشفيش ان انت ماسكة الايد والشنطة واقعة، فأهم حاجة تتأكدي ان السلسلة متينة. فانا عملتها الديزاين ده زي ما انتوا شايفين كده. عايزاكم تقولوا لي ايه رأيكم في الشياكة دي بجد، يعني الشنطة شيك بلس اللولي بيدي اضافة لاي منتج حضرتك بتشتغلي فيه. وعايزة اوريكم بقى من جوه الجراب عبارة عن ايه. الجراب عبارة عن بقجة زي ما انتوا شايفين كده، وعملت لها دككتها بعد ما خيطتها، دككتها بالستان وعملت لها في الاخر الكرات. وانا عامله لكم على القناه طريقه الكرة دي، ولو حابين ان انا اعملها لكم لايف قولوا لي. بتقفلي كده اهوت، بتكون حاجتك جوه متداريه مش شايفاها وفي نفس الوقت مأمناها. ولو عايزه تربطيها كده اهوت اربطيها عادي جدا، بحيث تتأكدي اني وانت ماشيه ما حصلش فيه تطاول على الشنطه. بس اهي في منتهى الشياكه، والكور اهي طالعالك من الشنطه اهي. ودي الاتين، وعايزاكم تقولوا لي ايه رايكم فيها. لو عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات، وانا عامله الطريقه على القناه. هوريكم الشنطه التانيه. طبعا النظام ده مختلف شويه، ده اكريليك زي الشفاف بس ده مط بيستر اللي جوه الشنطه، يعني مش شفاف مبين، لا زي ما انتوا شايفين كده وزي ما انتوا شايفينها كده اهي. دي واسعه، شايفين وسعها واسعه جدا بتاخد حاجات كتير. الاكريليك دوت كان ساده زي ده كده زي ما انتوا شايفين كده ساده، وانا اللي عملت له الاضافه دي، انا اللي عملت له اضافه الفراشات ديت بالدوائر البسيطه دي، اديتها شياكه وملت فراغ المساحه البيضه بحيث ما تكونش بيضه كده سك، فما ادتنيش الشكل اللي انا عايزاه. وزي ما قلت لكم حبيت اعمل الايد المعدن، لقيت الفتحات بعيده، حبيت اضيف للفتحات مع الايد المعدن سلاسل بحيث تقربها، لقيت برضو شكلها مش ظريف، فانا جاتني فكره ان انا اعمل لها الايد اللولي كده زي ما انتوا شايفين اهي. وزي ما قلت لكم الاكريليك عباره عن فتحات في فتحات، كل فتحه بتعملي فيها غرزه رباعيه وبتكملي الى ان تنتهي الفتحات، وبعد كده هو بتقيمي عليها غرز رباعيه بالمساحه اللي انت عايزاها وتقفلي الجنبين، بتديك الشكل اللي انت شايفاه ده. اتمنى يا رب يكون الشنط عجبتكم والستايلات عجبتكم، وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر ستايل عجبكم وايه رايكم في الشنط كلها. يا رب ان شاء الله يكون عند حسن ظنكم. عايزه اوريكم كمان هنا طبعا زي ما انتم شايفين ان الفراشات هنا باللون الجولد، فرحت عامله البقجه بتاعتها باللون الجولد، وزي ما انتم شايفين برضو بالستان، بتضم الستان لغايه ما تديك البقجه اللي انت عايزاها اهي، وبتقفليها وبتحطيها جوه الشنطه وبتنزلي دي. عايزه تربطيه
كده هوت بفيونكه كده بحيث تديكي شياكه اهي. اوكي، عايزه تدخليها جوه الشنطه دخليها، والمهم ان انتي ماسكه شنطه شيك قيمه جدا، ستايل جديد. وان شاء الله باذن الله مزيد من الابداعات في قناتي رانيا الخلخال. اتمنى ما تنسونيش من اللايك والكومنتات الحلوه بتاعتكم اللي بتديني باور ان انا اكمل. ولو عجبكم نظام الفيديوهات دي قولولي برضو، وانا استعرض معاكم الاكسسوارات بتاعتي والمجسمات اللي انا بعملها. كل سنه وحضراتكم طيبين، والى فيديو اخر ان شاء الله. تحياتي رنا وخلخال.